السلام عليكم متابعين الصفحة تاعنا. إذا وأخيرا بعد أسبوع وعناء يومي صباح مساء صباح مساء في المركز الجواري للضرائب باش نفهموهم احنا كمواطنين، نفهموهم كيفية عمل الوثائق وكيفية تسديد الضرائب وغيرها. للأسف المستوى الموظف الإداري يعني مستوى متدني بزاف، يعني لولا بعض الأشخاص اللي ساعدونا وسيتو بعد ما تواصلنا مع المسؤولين في وكالة الوكالة الوطني للمقاول الذاتي اللي هما داروا جهدهم وداروا جهد كبير وضيعوا وقت كبير باش يحاولوا يفهموا هذا الموظفين باللي رانا نقدروا نديكلاريو مبلغ 50 100 120 115 حتى 200 ونخلصوا ضريبة تاع مليون. هذه ما فهموهاش وما استوعبوهاش وما قدروش. يزيدوا شويه يقولوا لنا انتم شكون انتم؟ احنا مقاولين ذاتيين او مقاول ذاتي، ما نقولش مقاولين ذاتيين، نقولوا مقاول ذاتي. عندنا واحد الميزه هكذا داروها لنا احنا هكذا، سهلونا امور بزاف. حاولنا نحيو الورق والوثائق والاداره، لكن للاسف رحنا ولزقنا وحصلنا في الاداره. انا نشوف سلبيات كثيره في المقاول الذاتي، لكن اذا تحسن الوضع ويعني وحاربوا هذا النوع من الموظفين وهذا الناس، ممكن أنها تتطور هذه البطاقة وتولي أحسن بطاقة لأي إنسان يعمل عمل حر وبدون أي مشاكل وبدون أي ضغوطات، يعني تولي تخدم قانوني. وهذه الحاجة اللي حابينها أنا في البلاد تاعنا. لكن للأسف نظرة تاعي متشائمة شوية في هذا الكوتي بعد ما شفت حرب كبيرة، يعني فريمون كم جاء إنسان ما يفهمش. راهم اصلا الناس حشوها لهم خلصوا، يعني كان اللي داروا نيون اصلا، يعني كان اللي ما داروش اصلا المبلغ داروا نيون باسكو فرضوا عليهم، راحوا صاي داروا كتبوا. كاين مشاكل كثيره، عراقيل كثيره. انا نظن حان الوقت لضرب بيد من حديد للاداره في الجزائر. خلاص يعني والله العظيم، يعني كون عطيونا احنا، عطيونا الامان، عطيونا القدره، يعني بالاثباتات ما لا نهايه. يعني معاناه حقيقيه لينا احنا، يعني رغم ان بطاقه المقاول الذاتي دارت باش نخرجوا من الاداره، لكن للاسف دخلونا في الاداره وزادوا حسدونا. يعني يحزك كيفاه تخلص 0.5%، الدوله دارت لي 0.5%، تحسدني انت؟ ارواح معايا وتفضل اختم. لانه احنا كي كنا نقراو بكري كنا نتعلموا تعليم ذاتي، انتم كنتوا في الجامعه تدوروا، كنتوا تكحلوا، كنتوا تروحوا تحوسوا، احنا ما كنا نتعلموا تعليم ذاتي، تعليم هنا في الانترنت، في اي حاجه قدرنا انا نخلقوا مهارات خاصه بنا احنا. لكن عكس الناس اللي خرجت ماستر او خرجت اي دبلوم ماهوش عيب، ولكن ما طورتش من المهارات تاعها وقاعده تبحث فقط على الوظيفه، تخرج 2 ملايين 3 ملايين، هذيك هي السعاده تاعها الكبرى. حنا الحمد لله عند رواحنا نحاولوا كيفاه ما نضيعوش صحتنا بزاف ونطوروا نفوسنا كل يوم والمهارات تاعنا كل يوم تتطور. لذلك فالحرب رانا ربحناها والحمد لله. قدرنا انه نجيبوا الضريبه تاعنا، نسلكوا مليون على مثلا مبلغ 100 ولا 150 ولا 200، وكي تسلك فوق 200 مليون بون. باش نختصرها لكم، القانون واضح جدا، راهو تم تاكيده، ناكدها لكم انا صوت وصوره، تم تاكيده من طرف الوكاله الوطنيه للمقاول الذاتي. اللي عندهم بطاقه المقاول الذاتي في الضريبه 200 مليون فاقل راك تخلص مليون. فوق 200 مليون، مش 200 مليون، فوق 200 مليون، مثلا 250 مليون تخلص مليون و250 الف. 300 مليون تخلص ضريبه مليون ونص. في المجموع 3 سنوات حتخلص ابري واحد 7 ملايين ونص في 3 سنوات. ضريبه تاع كومبلي كي تلمها مليار ونص راهي 7 ملايين ونص. حاجه مليحه بزاف الانسان باش يبدا. حاربنا والحمد لله ربحنا، انا في اخر يوم الخميس وربحناهم الحمد لله، وتم تصحيح المشكله وتواصلوا معنا واحترمونا وقادونا وعيطونا بالتليفون، ما هي مره، ما هي زوز، ما هي ثلاثه. فريمون وزاره المؤسسات الاقتصاديه، مؤسسات هذه راهي فريمون يعني عالم اخر، خلاص كوكب اخر. وراني نشوف بلي راهم يحاربوا فيهم لانه ما عجبتهمش العقليه الجديده هذه، ما عجبتهمش، راهم يحاربوا في الوكاله هذه. انا نهضرها لكم، انا على بالي واش راني نهضر. وكاله المقاول الذاتي راني نشوف فيهم بلي راهم يديروا لهم في عراقيل متعمده باش الناس تفشل من الاخر، لانها وزاره تعيط لك بالتليفون، تسقسي عليك، تكونفيرمي عليك،
واش خصك، واش ناقصك، واش داروا لك، ويعيطوا الاداره سور بلاس ويعيطوا لهم ويحلوا لهم مشاكل. وين صارت هذه في الجزائر؟ سمعت بها في الجزائر؟ صارت؟ ما صارتش. هذه صاريه، انا شخصيا نشهد عليها وقداه من شخص، مش غير انا لاني بوك بالك يوتيوبر ولا لا. كاين ناس متواضعين تماما ما عندهمش علاقه بالانترنت ولا ما عندهمش علاقه بالشهره، عيطوا لهم ام حقرونا، عيطوا لهم ام داروا لنا، يعيطوا لهم سير بلاص تما بعد يفكوا لهم شكون المسؤول هذا، كيفاه تحقر فيهم، كيفاه ما تعطيش حقه، كيفاه ما دلو، كيفاه ديروا العراقيل هذو، كيفاه. بقات لنا حاجه واحده، اقتطاع بنك بدر راهو 14.18 اورو على مبلغ 50 اورو. بزاف خلاص، راهو جامي صرا في التاريخ البنوك، وراهم وعدونا ان شاء الله، قالوا لنا ان شاء الله راح نلقاو حل المشكل هذا مع البنك. هذا واش بقى لنا، لاني راني نسلك تقريب 7 ملايين ونص اقتطاع من البنك. تخيلوا 7 ملايين ونص راحت لي غير البنك مع لاسيرونس ومع هذه، تقريبا انني مسلك 10 ملايين. الناس اللي عندها بطاقه مقاول ذاتي باش تفهم برك، انا درك راني مسلك 10 ملايين في العام ماهيش 2 ملايين ونص لاسيرونس برك، نو لاسيرونس كازنوس ومليون تاع ضريبه و7 ملايين ونص الاقتطاعات اللي انا الاموال اللي كانت تدخل لي كانوا يقتطعوا لي 14 اورو 13 اورو، وصلت لي 7 ملايين ونص عادي خلاص اريح. تخيل انتم 50 اورو مليون ينحيو لك منها 500,000، راهي تقريبا نص. وعيتني الشكيه اي فاتت الحقره اللي هي. تخيل انت يخرج لك 50 اورو كي تصرفها برا مليون ونص هكا بسكوا، لكن كي تصرفها في تاع الدوله قدام 1400. 50 اورو في السوق الصرف في البنك 1400، ينحيو لي 400 يخليو لي مليون. تخيلوا انتم اقتطاع يدخل لك مليون و400 ينحيوها لك، يروحوا 400 ويخليو لك مليون. تخيلوا انتم هاي وتخيل قد ما تقدر. عندي عام وانا نهضر راهي ما تصلحش يا جماعه، راهي ما نقدرش نخدموا كيما هكا، راهي سرقه هذه. راني ما نقدرش نخدم كيما هكا كي تنحي لي 14 اورو. خويا كانت 0 على كل 100 اورو كانوا ينحيو قبل العام برك 0 او طلعتوها 13. يعني سما انتم ما تقدروش تطلعوا انتم ب 0 ولا 1 ولا نصف سنتيم، انتم كي تطلعوا ب 500,000. خويا مانيش شريك، انا مانيش ملياردير، انا نربح في المليار. انا كون جيت هكاك نربح في المليار وزوز، انا درت سجل تجاري، ما نديرش انا المقاول ذاتي عامل حر ونحاول كيفاه نبعدوا على الاداره هذه، هاربين منها غير بالمشاكل، هاربين منكم هك، بس عارفين الفساد راهو كاين. وهضرنا قال لكم انتم ما تهضروش، راكم غالطين، راكم ديروا في المشاكل، راكم تسبوا واللي يهضروا يدخلوا الحبس عليها. خويا خلاص ولاد حقره ما خلاص، ما اني قاعد هارب وحاكم اعصابي لاقصى درجه. اني حاب نستمتع بحياتي في بلادي وما تحوزونيش من بلادي، وانتم تتربوا وانتم تتعدلوا، الاداره تاعكم تتعدل والاداره تاعكم الموظف تاعكم يتعدل، مش انا المواطن اللي يتعدل. سبحان الله، سمانه لو كون جيت ندور لكم فيديو نصور لكم، انا سمانه قاعد نعلم في الموظفين وش هو القانون. وين صرات اخوتي؟ انا نعلم في مؤسسه وش هو القانون. يصبحوا المسؤولين اللي فوق مساكن يقولوا ما كانش منها، واللي يقول لي كان منها ما كانش منها، داروا لكم كيما هكا. نقول لهم والله داروا لي وها، وعيطوا لهم. علاش تمرمدوا في المسؤول؟ بتحصلوها في المسؤول الفوق، وهو اصلا مسكين. ناس حاربوا معايا سمانه غير باش نسلك مليون في 100 مليون. وراهم المشكل درك هاي فيهم، في الاخرين، في هذوك، في المبرمج، في السيد، كل واحد وين يحصل، واحد في السيد، واحد في المدير فلان، واحد المسؤول فلان، واحد في الجزائر، وحصلوها كامله في الجزائر. كي ما يعرفوش واش يديروا يقول لك الجي. خويا روح لالجي. خويا انا ساكن في الشرق، علاش نروح لالجي؟ علاش نروح للجزائر؟ انا 8 ساعات ولا 6 ساعات نمشي. انا الجزائر هذه حاطها بلديه في بلديه، راهي قاره. هنا باش نفواياجي نخسر دراهم، نسهر، الترونسبور راهو صعيب. يحشموا شويه. راكم حتواجهوا ناس، احنا ماناش ناس عاديين، احنا مقاول ذاتي، ناس مثقفين، طبقه فاهمه واش راهي دير. احنا حابين نطوروا وحابين نقدموا وحابين نديروا اموال. من الاخر ما تحبسنيش انت، ماش انت دير اموال كما تحب انت بالاخر تاعك، وكي يدير المواطن حنا كي نبداو نديروا الاموال تبداو تبلوكيو فينا وتعقدوا فينا وتبداو باش نبقاو دائما فقراء. لا خويا، انا عندي قرايتي، عندي تعليم ذاتي تاعي، انا من الاخر بعد يا اخي مانيش نخدم عندكم، يا اخي مانيش نخدم في الوظيفه تاعكم، يا اخي راني هارب وراني نخدم مع الامريكي، مع الفرنسي، مع الاوروبي، مع الشركات، مع جوجل، مع اليوتيوب، مع يا اخي هاربين عليكم، يا اخي مانيش سامعين بكم. اخطيونا برك كي نديروا حاجه يا اخي نجيوكم 5 دقائق في العام. اخطيونا رحم والديكم، نقول لكم هاو القانون، حنا مانيش نخرطوا مانيش نكذبوا.
هذا قانون في الدستور الجزائري قال لكم باللي القانون تاع المقاول الذاتي 0.5%. يبقى انا نقدر نسلك كذا ونسلك كذا. الكازنوس راهو مبلغ ثابت. بون فيما يخص الكازنوس الناس اللي خايفه اللي تقول لك انا ديكلاريت 200 مليون، شوفوا جماعه 200 مليون اللي ديكلارا 200 مليون اللي ديكلارا نص مليار. المهم تاع القانون في المقاول الذاتي يقول لك ما تفوتش مليار ونص في 3 سنين. معناتها تقريبا عندك حق في 500 مليون في العام، 600 مليون العام، مثلا عندك 600 300، عندك 700 200. هكذا احسب مليار ونص قسمها ربي يسهل عليك ابري. موش لازم 100 ابري. المهم قال لك انت ما تربحليش 5 ملاير 6 ملاير وتقول لي انا اوتو برونور 5 ملاير 6 ملاير. معناتها تروح للسجل التجاري واش راك تخدم واش راك تبيع ولا تحاول كيفاه. المهم هذا مليار ونص جماعه الانسان ديكلارا 300 مليون ارباح تاع اوتو برونور. معليش في الكازنوس راهو عندك خيارين، عندك اختيارات ماهيش مفروضه، واي موظف يقول لك لا اشكي تواصل مع الوكاله ولا مع الوزاره. راهم يعكسوا فيكم، راهم يا اما يتعمدوا يا اما عن جهل. واللي يسبك واللي يدق معاك ما تقيموش، روح اشكي بيه. وكي الجمهوريه روح اشكي بيه. ما كانش موظف يعيط على المواطن، ما كانش. غالطين. انا كون ما حكمتش اعصابي هنا راني بالضرب، انا بالدبزه. كون دركا انني معتقد رايي وانا دخلت وعلاه باسكو انا قلت حق وقلت القانون. والله العظيم انا كون سمانه هذه كون ما حكمتش فميه بس تحفظهم. كون ما حكمتش فميه والله العظيم بالدبزه. ونعشي يوقفوني اهانه موظف، ونعشي تيتر قد سخط في الاعلام هذاك انسان فاسد وهذاك انسان، ويقلبونا حنا فاسدين هما لا. ما لا اتونسيون جماعه تسبوا، اتونسيون تتواجهوا الموظف راهو لا بيبار تاعهم بيروقراطيين، الناس ما يحبوكش تربح، الناس ما يحبوكش يسهلوا لك المهمه. يبقى انت واش دير؟ عندك القانون قلت لك 200 مليون فاقل تسلك تسلك مليون، 200 مليون فوق 200 مليون تسلك على 0.5%. الكازنوس ديكلاري 200 مليون في الضريبه، ديكلاري 300 مليون، ديكلاري 400 مليون، ديكلاري 500 مليون، ديكلاري 600 مليون كيما تحب انت وخدمتك. تروح الكازنوس عندك مبلغ ثابت وهو 2 ملايين و400. فيما يخص الرسائل اللي تقول يا امين بس راهم يحشيوها لنا. علاش راهم يقولوا حيحشيوها لنا بعد 3 سنين ولا بعد عامين ولا قادر اي وقت يجي قانون تبدل؟ لانه انعدمت الثقه في بلادنا. احنا في المسؤولين تاعنا راحت الثقه بين الشعب، راحت. ولينا نديروا قانون من كثره انه مليح ولينا نخافوا. وروح تشوف لي كومونتير، اكتبوا دوكا لي كومونتير على الكازنوس. الناس فاش تكتب مساكن خايفه تقول لي امين لو كان ديكلاري 300 مليون وقادر تطيح لي 525 مليون قد يحشيوها لنا بقانون جديد وحشوها. اي كانت مليون ضريبه وطلعت 3 ملايين. لانه فقدنا الثقه، لانه ولاو يمصوا في المواطن لازم ما يربحش. وهذا واش لاحظته انا. ما يقولكش مثلا والله العظيم هذا القانون اقسم بالله هذاك يمشي 10 سنين ويمشي وانتم تسلكوا في الكازنوس 2 ملايين و400 على حساب المبلغ راك ديروا. الناس ولات خايفه مساكن، الناس ولات خايفه. خوفتوا الناس، خوفتوهم. يعني وصلنا لواحد المرحله كانها ولات عصابه قانونيه، عصابه تاع اموال في اطار قانوني. نسرقوا في الشعب في اطار قانوني. ما عجبكش الحال ادخل الحبس. علاش تهدر؟ علاش دير في المشاكل؟ علاش منها؟ لا، حنا ناس مثقفين، حنا ناس فاهمين. انا انسان حاربت سمانه على جال هذه الورقه تاع باش نسلك مليون. ضيعت سمانه من الشهر تاعي. الكاميرا كاينين هنا في الضريبه، سمانه طالع هابط. روح اشكي الوكاله عيط الاخرى تزال السنه. دوك نعيطوا لك، دوك نشوفوا روح لرئيس مصلحه والله ما على بالي. دوك نشوف في السيستم عيط السيستم مبرمج ما كانش ما على بالناش. دوك نشوفوا زادوا دير مليون خرجت لك سمانه. اليوم راهي الخميس رانا هذا وين حنروح الساعتين، هاي الساعتين ولا 3 هذا وين حنروح ونفع. الحمد لله سمانه ضيعتها من حياتي انا. علاش المنكر هذا؟ هذه نهضر على روحي انا حاربتها لاني قانون على بالي به. طبقوا لي قانون، انا طبقوا لي قانون وكثر خيركم. ما قلنا لكمش حاجه اخرى. والناس مساكن اللي راحت، الناس اللي دارت مساكن فرضوا عليهم النيون، الناس اللي فرضوا عليهم 200 ما همش باغيين يسلكوا 200 مليون. وهذو كيف الحل تاعهم؟ يرجعوا يشكيو. جماعه